الأهالي يسمعونا، هؤلاء أبنائنا مثل ما هم أبنائهم، وهؤلاء أبطال وضحوا بحياتهم لأجل البلد، ودماءهم لن تذهب هدر. نطالب بالقصاص العادل والعاجل من الجنات، وهم عراقيين وكانوا ملثمين، والشهود الناجين يقولون إنهم عراقيين ومن أبناء عشائر معينة. وأنا طالبت سيادتك بالجلسة الماضية أن شيوخ العشائر اللي ذكرت أسماءها أن يكونون حاضرين، إذا أرادوا أن يكسروا الفتنة ووأد الفتنة الموجودة الآن يحضرون ويسلمون الجنات. وأطالب من الأجهزة الأمنية الجالسة إصدار أوامر إلقاء قبض على الأسماء التي ذكرت في الإعلام. كان المفترض مشعان الجبوري، السيد مشعان الجبوري يكون شاهد وحاضر، لديه الكثير من المعلومات نحتاج نسمعها، الشهود الناجين نحتاج نسمعهم، وأطالب باعتبارهم شهداء مثل شهداء النظام السابق، نفس الحقوق ونفس الامتيازات. النار اليوم الموجودة في قلوب الأمهات لن تبرد إلا بالقصاص العادل من الجنات، والجنات عراقيين ومن عشائر معينة. لن نترك القضية الأساسية. شكرا. فقط فاتني أن أذكر أنه أثناء اللقاء بذوي الضحايا كان هناك عدد من الشهود اللي أدلوا بإفاداتهم، والبعض منهم رفض أن يتحدث بالإعلام وبشكل علني، لأن الأمر له اعتباراته ترتبط بوظيفته وبعمله وبشخصه. ولذلك اللجان التي ستشكل والتي شكلت أخذت بعض الإفادات، وإذا كان هناك من شهود فأيضا تكون مستعدة لأخذ إفاداتهم بهذا الخصوص. شكرا. الأمر واضح بالنسبة لنا. نوصي اللجان التحقيقية اللي شكلت من قبل القيادات الأمنية وأيضا التي ستشكل من قبل مجلس النواب أن تأخذ بالاعتبار كل الإفادات بما في ذلك إفادات العشائر والشهود، وأيضا متابعة الوقائع بهذا الخصوص. النائب ظافر العاني. بدون كلام. تفضل.